برج العذراء. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مريم معاكم من قناه ميا رحيم سكايلايت. والنهارده ان شاء الله معايا تروت العذراء. هيكون الجديد بقى انه باذن الله القراءه هتكون مثلا من 17 او 16، يعني اقول من 16 ل 23 من مايو، ماشي؟ ولكن من تاريخ نزول القراءه لحد نهايه التاريخ اللي انا كاتباه الاحداث. فهمنا كده؟ طيب يلا. وبعد كده فيما بعد بقى ايه، هتبداوا تفهموا دوت لوحدكم، يعني هتلاقوه بيحصل فهتبداوا تفهموه لوحدكم. طيب يلا كده يا عذراء، عايزه اعرف كل حاجه في طاقه الشخص اللي او الاشخاص اللي وياك. طيب معايا 2 اوركل طبعا من الملايكه عشان دي القراءه الاسبوعيه، وانا عارفه ان انتوا بتحبوا قوي دوت، فانا خد لك الاول قراءه من الانجل اوركل. يبدو كده وكأنك بتفكر في حاجة معينة، يعني حد أو حاجة. طيب يبدو كده إن العذراء بيفكر في حاجة أو في حد معين، وهو هنا أهو، صح؟ موجود في الرومانس أند كونكشن، رومانس أند كونكشن، رومانسية وشخص هو موجود معاك هنا. يلا كده يا عذراء، لا كده كارت من المارماليد ونشوف كده هيقول لنا ايه بالظبط. فري سبيريت، انت فري سبيريت، ف يبدو انك طالب ده، صح؟ عايز ده، لان انا شايفاك في طاقة فري سبيريت، روح حرة يعني. اوكي، عموما سواء كده او كده انت روح حرة طبعا، لكن حسيتها يعني. طيب تعالى كده عذراء، هاخد لك كارتين من هنا من حد ليك، نشوف كده مين عايز يقول لك ايه. حط كده بالك على حد. نيرفز، حد نيرفز، حد بيقول لك انه نيرفز. تعالى كده نشوف، بيقول لك انه نيرفز، وبيقول لك ايه؟ بيقول لك يو ميك مي نيرفز. انت بعد نظر، شوف كده اكتر. You make me nervous. Even just thinking about you, I get nervous. I am not sure what to say or how to act around you. متضايق منك في حاجة منك مخليها متنرفز هنا. طيب تعالى كده نشوف ايه الدنيا، بس خليني كده اخد كارت كمان. حطيته في بالك، حطه في بالك عشان اخد لك كارت كمان. هنا بيقول لك ممكن تسمعني، يعني هل لو اتكلمت هل هتسمعني؟ يبدو كده وكأنه عنده كلام عاوز يقوله. وبيقول لك كمان يعني هل هتصدقني؟ يعني هل انا لو اتكلمت هل هتسمعني وتصدقني؟ اوكي تعالى كده نشوف ايه الدنيا. طبعا 5 كروت طاقة عذراء. بسم الله الرحمن الرحيم. 5 Pentacles اولهم في separation هنا، في من هنا ورايح هياخد صح. اوكي ماشي. اوه معقولة في بعد هنا، وفي كده زي ما تقول كده اعصاب مش مستحملة، صح؟ مش عارفة ليه حاساها كده، وحاساها معاك انت يعني، مش لوحدك طبعا. هنا نزل الديفل والسكس اوف كابس، العلاقة ديت فيها مشكلة، صح؟ فيها حاجة مكسورة لازم تتصلح. هنا الكارتين دول مهمين جدا، ان ينزل 6 اوف كابس جنب ديفل، وقبليهم في كارت الطاقة الاول ال 5 اوف بنتكلز. ده بيقول لي انه يبدو كده انه في 2 مش عارفين يرجعوا ازاي لبعض. هنا في 2 بعيد عن بعض. طبعا الكلام دوت لبعض منكم ليس لجميعكم، بس اللي انا شايفاه في 2 بعيد عن بعض، وربما التفكير دلوقتي ازاي نرجع لبعض. في حب هنا. النايت اوف سورد،
الفور اوف وانز، الكينج اوف سورد. العلاقة، الشخص، كل حاجة، ده كل حاجة في دماغك دلوقتي، ده بالنسبة ليك انت هو والكونكشن ده. طيب بالنسبة ليه هو شايفاه متنرفز زي ما الكروت قالت، وشايفاه في حاجات عاوز يقولها لسه ما حصلش الكلام دوت، بس في طريقه انه يحصل. بس ما تنساش ولا انت ولا هو ان العلاقة هنا فيها مشاكل حصلت لازم تتحل الاول قبل ما العلاقة ترجع بالصورة اللي انت متخيلها. لان انا حاسة في بالك دلوقتي كأنك بتقول الله ماذا لو يعني العلاقة رجعت بالشكل ده بالذات، كأنك بتفكر في الشكل ده كمان رسمه. this and reverse. هل بتتعامل مع برج مائي؟ ممكن. هل بتتعامل مع العقرب عذراء؟ اوكي seven of swords. في طبيعة مائية لهذا الشخص. بصوا انا مش بقول برج كذا او برج كذا دلوقتي ماشي، بس في كأنك بتتعامل مع شخص عنده كده طبيعة مائية. برنس نو لا. التو اوف كاب، الهرمت نزل، والفور اوف بنتكلز، الايزفن. طيب خليني اقول لك على اللي انت عايزه. اللي انت عايزه بدايه جديده وهي هذا الشخص. خليني اقول لك على اللي حاصل. اللي حاصل علاقه انتهى فيها حاجات كتيره قوي ولسه هيبتدي فيها حاجات تاني، واللي بيقول كده الايس اوف وانز، التو اوف كابس، وده امتى؟ لا مش دلوقتي، مش هكذب انا على العذراء. عشان العلاقه دي تتصلح مش مفيش علاقه بتتصلح 100%، لكن على طول بيكون فيها اصلاح ماشي. ده حاجه لازم تعرفها. دي حاجه. الحاجه التانيه العلاقه ديت محتاجه بعض الوقت علشان هو يصلح وانت تصلح. هو يصلح ايه؟ هو يصلح الحاجات اللي مضايقه فيك، لان هو اللي حاطط نفسه في الحته ديت، انت ما عملتهاش، هو اللي حاط نفسه فيها. ان هو يكون متنرفز منك، عاوز يشرح لك، يكلمك، كل ده حلو حلو، احنا بني ادمين يعني بيحصل. لكن ان انا اشيل واقعد بعيد كده اتفرج على العذراء وانا متغاظ ومتضايق بس مش هينفع. مش هينفع يعني. حتى لما هتقربوا من بعض ده هيحصل، حتى لما هتقربوا من بعض هيبقى فيه حاجه جديده انكم تفتحوا ملفات قديمه، لان في حاجه مكسوره هنا لازم تتصلح. طيب هنا الجادجمنت بالفعل، وفي لوم كبير قوي منك ليه ومنه ليك، وكانك بتقول لا مش عايزه، وبعد كده لا طبعا عايزه، وطبعا عايز بدايه جديده. اوكي التاور بعد الايس اوف بنتكل والايس اوف سورد، الامبرس. الامبرس منتظره، اذا هنا انت مستني. حصل تاور في العلاقه انت عارف، بس بص كده يبقى التالت كارت، تاني وتالت بدايه جديده نزلوا هنا في القراءه دي. طب ده معنى ايه؟ معناها الحكايه حكايه وقت. مش عارفه ايه حكايه الابراج يعني الاسبوعين دول كده، والوقت الوقت محتاج تصبر. انت ممكن تقول لي دلوقتي بس انا جاهز قوي، عارف كل الكروت بتقول كده، جاهز، فاتح قلبك للشخص دوت. وعلى فكره وكانك مش عارفه اقولها لك ازاي، بس غريبه لما يبقى في اشخاص كتيره حواليك وانت مركز على اتجاه واحد، اذا في حب هنا، حب كبير. بالنسبه لي انا حاسه قاعد مش في طاقه انتظار، لا هو في طاقه لوم، عتاب، نرفزه، نوع من انواع على فكره لا، لو انت فاكر ان هو في دماغه ان العلاقه انتهت، لا ده ما حصلش. مش هيبقى معاه كل الطاقه ديت من العصبيه، الزعل، مش هتكون موجوده معاه. تعالى كده نخش على كارتك الرابع. الله، كوين اوف بنتكلز بتقول لي في ايمان كبير قوي من جواك باللي ربنا هيعمله ليك داخل العلاقه ديت وما بينك وما بين الشخص دوت، وكانك بتقول انا عاوز ابقى سعيد وياه، من حقي، هو الشخص ده اللي انا عايزه، فانا عاوز ابقى سعيد مع الشخص اللي انا وياه. ولو حد جه كده يقول لك يا عذراء افكر في حد تاني، ما فكرش فيك، ما اعتقدش انك حتى هترد على الشخص ده. اللي في بالك في بالك، واللي في دماغك في دماغك. العذراء لو عاوز يبقى عنيد مفيش حد هيضاهيه ابدا. فاللي انا شايفاه قدامي دلوقتي في الكوين اوف بنتكلز، ما بينك ما بين نفسك في
ايمان كبير قوي باللي ربنا جايبه لك ويا الشخص ده. تعالى كده، برافو عليك. 5 of Wands، 6 of Pentacles، 10 of Pentacles، 3 of Cups، 8 of Pentacles. الكارت الرابع ليه علاقة بيك انت، روحك انت العذراء، وبحاجات حصلت وبحاجات انت مش عاوزها تحصل تاني وحاجات عاوزها تحصل تاني، وكأن كده ملف العلاقة كله في دماغك دلوقتي، وكأنك بتفتكر قد ايه مؤلم اللي انت حاسس بيه دلوقتي، وبالذات اللي انت حسيت بيه امبارح واول امبارح وهكذا، وقد ايه انك مش عاوز تتحمل ده تاني، مش عاوز تشوف ده تاني، نفسك تشوف علاقة طبيعية، نفسك تشوف علاقة صح ويا الشخص ده. قلتلك ان لو اي حد جه جنبك دلوقتي او قدامك وقال لك انت والشخص دوت، طب فكر في حد تاني، طب بص على فلان، طب بص على فلانة، دول بيحاولوا يقربوا منك. انا مش عاوز حد يقرب مني الا هو. ده ممكن تكون انت مش واخد بالك منه، بس ده اللي انا شايفاهولك يعني. دلوقتي ظهر نوع من انواع الانتظار لهذا الشخص، ولكنه انتظار يعني انا شايفاه مثمر. ليه؟ هنا في استشفاء في طاقة هذا الشخص، الشيء اللي انت ممكن ما تكونش متخيله عذراء بس فيه موجود فعلا. هو بني ادم يعني. في استشفاء بس مثمر بقى. ليه؟ انتظار في استشفاء، فانا ده اللي مخليني شايفاه صح يعني. في 3 of Cups هنا بس ما تستعجلش عليها، يعني في ريونيون، في لم شمل، مش عايزك تستعجل عليه لان ده هيوترك اكتر. اعتقد القلق والتوتر اللي انت فيه كفايه. في اشخاص بتقرب منك، في اشخاص حلوين، في ربما حد من اهلك يعني، اختك الكبيره، اخوك الكبير، مامتك، باباك، معرفش، بس حاسه هنا في طاقه فيها. انت مهم قوي بالنسبه لي يا عذراء، بس انت مهم قوي بالنسبه لي كاخ، كاخت، كأم، كابن، كابنه، معرفش يعني. حاسه في طاقه حلوه حاجه تستفيد منها. هنا البيج اوف بنتكلز، ما كفايه تمثيل بقى، عمال يمثل علينا ده الكلب ده. الايت اوف وان، هيرافنت، الناين اوف بنتكلز، التوف بدأ يفكر هنا. الجاستس طيب بدأ يفكر فيك بطريقة بمختلفة شوية. احنا عارفين طبعا الامبرور هو الشخص اللي بيقوم يعمل الشيء، صح؟ ليه الامبرور بيفكر هنا؟ والله الامبرور بيفكر هنا لان هي حكاية مضطرة هو كمان، يعني اللي حاصل بينك انت وهذا الشخص مؤخرا هو شيء مش مضايقك انت لوحدك، هو شيء مش محيرك انت لوحدك، مش واجعك انت لوحدك. بس في بقى هنا فرق ما بين طريقة تفكيرك وطريقة تفكيره، وده بقى اللي انا عايزة افهمهولك دلوقتي. هذا الشخص مش هقول انه ضامن العذراء، مش هقول الكلمة دي، بس عنده الثقة جوه. شفت الثقة اللي كانت عندك هنا في ان دعواتك ربنا بيستجيب لها، وان في حاجة كده بتتوضب لك من عند ربنا حلوة. هو عنده الإحساس اللي بيقول له العذراء بيحبك وعايزك ومستنيك، فده مديله نوعا ما طاقة صبر فيها راحة شوية، يعني هو صابر على المرتاح شوية، عكسك انت في الحتة دي. يعني طاقته ما فيهاش كم الوجع ده، لا ما فيش حد طاقته ما فيهاش وجع عموما من الحياة يعني، لكن انت ستريس اكتر، متوتر اكتر، بتفكر في الموضوع اكتر. انتوا الاتنين بتفكروا في الموضوع بنفس الشكل. الموضوع لازم له وقت، خصوصا لو في طرف قدامك، الطرف دوت كل اللي بيفكر فيه هو انا عارف ان العذراء منتظر. بس فتعالى كده اخد لك كارت من كل اوركل طبعا. سي يلا عذراء. طبعا بعد العذراء على طول نصور الجاتسي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد لك 3 كروت من هنا. كارت يس، اوكي، في يس،
في شيء انت بتفكر فيه مثلا، بتقول هل ده هيحصل؟ هنا الملايكه بيقولوا لك يس. طيب تعالى كده. مرماليد بيقولوا لك ايه؟ دايف ديب. دايف ديب، ابحر بعمق. في ايه؟ ليه؟ ازاي؟ معرفش. في حاجه هتعرفها، اصل هو الكارت ده بيقول كده في حاجه هتعرفها. طيب كارتين من هنا يا عذراء. need time to heal، نزل لوحده. هنا بيقول لك انه محتاج وقت يتشافى فيه. تعالى كده. الكارت التاني، الكارت التاني غتاتة شوية، غلاسة شوية، تملك شوية. والكارت التاني دوت بيعكس اللي انا حالك كنت بقول لك على هذا الشخص فيه، يعني انه شايف انك بتاعه. ايه رأيك؟ بشكر عذراء جدا، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. بيس.